السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنشرح النهاردة الدرس الثالث في الوحدة الأولى، نماذج المشكلات الاجتماعية في بلدنا. يعني ايه العنوان ده؟ المشكلات الاجتماعية هي المشكلات اللي موجودة في المجتمع وبتواجه السكان. زي ايه المشكلات دي؟ زي الأمية وزي البطالة وزي الفقر. طبعا المشكلات دي بتعيق خطط التنمية. يعني ايه بتعيق خطط التنمية؟ يعني المشاريع والحاجات اللي الدولة بتعملها للسكان، كل المشكلات دي بتعيقها، بتعمل لي مشكلة في المشاريع والحاجات اللي الدولة بتعملها لنا. تمام كده؟ يبقى المشكلة الاجتماعية زي الأمية والبطالة والفقر. طبعا هنا هنلاحظ إن الأمية جات في الأول، وهي طبعا مشكلة كبيرة جدا، بيترتب عليها مشكلة البطالة وبيترتب عليها كمان مشكلة الفقر. طب ليه بيترتب عليها البطالة والفقر؟ لأن الأمية اللي هي عدم قدرة الفرد على القراءة أو الكتابة. عندي ناس ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا، دي الأمية. طيب أنا عندي هنا الشخص لما ما يعرفش يقرأ ولا يكتب، هنا طبعا مش هيلاقي وظيفة. هيجي يروح يشتغل في مكان، هيقولوا له لا احنا عايزين حد بيكون متعلم بيعرف يقرأ ويكتب. بالتالي هيبقى عندي نسبة بطالة، اللي هي مفيش شغل، اللي هو مفيش شغل، دي البطالة. خلاص. طيب عندي نسبة بطالة، بالتالي هيكون عندي نسبة فقر، لأن مفيش شغل. يبقى في فلوس منين؟ هيبقى في نسبة فقر. تمام كده؟ طيب قال لي تسعى الدولة لتحقيق الحياة الكريمة لكل مصري. يعني ايه تحقيق الحياة الكريمة لكل مصري؟ طبعا الدولة عايزة كل فرد من الشعب يعيش حياة كويسة، يعيش حياة كويسة. طيب هتعمل لي ايه الدولة بقى علشان توفر لي حياة كريمة لكل مصري؟ قال لي إن الدولة بدأت تهتم إن هي تبني المدارس وتبني المستشفيات وكمان تعمل لي مشاريع. يبقى هنا السؤال لو جالي دلل تسعى مصر لتحقيق الحياة الكريمة لكل مصري، هجاوب على السؤال ده وأقول وذلك من خلال تشييد المدارس وبناء المستشفيات وإقامة المشروعات. خلاص كده؟ يبقى ده سؤال مهم. طيب اما يجي بقى ويكلمني عن التعليم في عصر المصريين القدماء، يعني من أيام أجدادنا، الناس اللي كانوا عايشين من قبلنا من زمان جدا، اسمهم المصريين القدماء. التعليم في عصر المصريين القدماء كان عامل ازاي؟ قال لي الأول هم اللي اخترعوا الكتابة الهيروغليفية. يبقى المصريين القدماء اخترعوا كتابة اسمها الكتابة الهيروغليفية. بعد ما اخترعوا المصريين القدماء الكتابة الهيروغليفية، سجلوا الأحداث وسجلوا كمان الأخبار وأهم الإنجازات. يبقى سجلوا كل حاجة كانوا بيعملوها من إنجازات، حاجات عملوها، أخبار، كل حاجة كانوا بيسجلوها بالكتابة الهيروغليفية. يبقى هنا لما يجي يقول لي إيه أهمية الكتابة الهيروغليفية، هقول له تسجيل الأحداث والأخبار وأهم الإنجازات مما يساعد على معرفة الحضارة المصرية القديمة. يبقى تسجيل الأحداث والأخبار وكل حاجة كتبوها هي اللي خلتنا نعرف الحضارة المصرية القديمة. خلاص كده؟ لما عرفنا أحداثهم وأخبارهم وكل إنجازاتهم، إحنا عرفنا الحضارة المصرية القديمة كانت عاملة إزاي. خلاص كده؟ تمام. يبقى ما يجي سؤال ويقول لي بما تفسر أهمية الكتابة الهيروغليفية، هنقول تسجيل الأحداث والأخبار وأهم الإنجازات مما يساعد على معرفة الحضارة المصرية القديمة. طيب قال لي كمان إن المصريين القدماء هم اللي استخدموا ورق البردي للكتابة عليه. ورق البردي ده جابوا صنعوا ورق من نبات اسمه نبات البردي. خلاص كده؟ صنعوا من نبات البردي ورق عشان يكتبوا عليه. طيب تمام. نيجي نتكلم بقى عن مشكلة الأمية في مصر. واحنا قلنا الأمية طبعا اللي هي عدم قدرة الفرد على الكتابة أو القراءة. طيب قال لي تعد الأمية مشكلة عالمية. يعني إيه مشكلة عالمية؟
يعني مهاش مقتصرة على بلد بس أو موجودة عندنا مثلا في مصر بس، لا دي مشكلة عالمية يعني موجودة في دول كتير جدا. خلاص. طيب اما يجي يقول لي سؤال دلل تعد الأمية مشكلة عالمية، هقول له ايه؟ دلل يعني قول الدليل أو اشرح. هقول له اعتبرت منظمة اليونسكو يوم 8 سبتمبر من كل عام اليوم الدولي لمحو الأمية. اليوم الدولي لإيه؟ لمحو الأمية. منظمة اليونسكو دي منظمة عالمية وكلنا عارفينها، منظمة كبيرة جدا بتهتم بالمشكلات السكان في دول العالم كله. طيب احتفلت بيوم يوم اللي هو يوم 8 سبتمبر من كل عام، واليوم ده ان هم سموه اليوم الدولي لمحو الأمية. طب ليه بقى منظمة اليونسكو بتحتفل باليوم ده؟ ليه؟ ما يقول لي بما تفسر. أقول له لتنمية الوعي الدولي بأهمية محو الأمية. تاني، لتنمية الوعي الدولي بأهمية محو الأمية. دي الإجابة. طب اما يجي سؤال تاني ويقول لي دلل تختلف نسبة الأمية من محافظة لأخرى. بتختلف النسبة يعني مش كل المحافظات فيهم نسبة أمية واحدة، لا هلاقي محافظة نسبة الأمية فيها عالية ومحافظة تانية نسبة الأمية فيها منخفضة وهكذا. طب تعالوا نشوف مع بعض كده. قال لي إن محافظة المنيا هي أعلى نسبة أمية في محافظات مصر كلها، يبقى هي المركز الأول، بتحتل المركز الأول. خلاص. طيب تاني محافظة من حيث نسبة الأمية أو أعلى أمية بني سويف في المركز التاني. يبقى أنا عرفت كده إن محافظة المنيا في المركز الأول، بعدها على طول بني سويف من حيث إيه؟ من حيث المحافظات الأعلى أمية. تمام كده. طيب تعالوا نشوف المحافظات اللي هي أقل أمية، يعني الأمية فيها قليلة من محافظات مصر. قال لي إن محافظة البحر الأحمر بتحتل المركز الأول، بعدها مين؟ بعدها بورسعيد، وبعدها الوادي الجديد في المركز الثالث. نقول تاني، عندي محافظتين هما الأعلى أمية في مصر، المنيا وبني سويف. طيب عندي 3 محافظات أقل أمية في محافظات مصر، البحر الأحمر المركز الأول، بورسعيد المركز الثاني، والوادي الجديد المركز الثالث. طيب تعالوا كده اما نشوف، لو لاحظنا نلاقي إن المنيا وبني سويف من محافظات وجه قبلي، خلاص في جنوب مصر. أما البحر الأحمر والوادي الجديد دي محافظات حدود صحراوية اللي احنا كنا واخدينها في الترم الأول. وبورسعيد محافظة وجه بحري موجودة على البحر المتوسط فوق في شمال مصر. تمام كده؟ طيب تمام. نيجي بقى الجدول ده خاص بمشكلة الأمية. أنا عملت لكم الجدول ده وحطيت فيه إيه؟ كل حاجة هنتكلم فيها عن مشكلة الأمية اللي موجودة في الكتاب. طيب أول حاجة بنتكلم عليها هنا التعريف، تعريف الأمية الهجائية. طب ما انتي قلت لنا تعريف الأمية، جيتي هنا وزودتي كلمة الهجائية ليه؟ قال لي عشان الأمية في منها أنواع كتير، زي الأمية المعلوماتية اللي هي التكنولوجية وغيرها كتير. بس انتوا مطلوب منكم ان انتوا تعرفوا في الدرس ده الأمية الهجائية اللي هي عدم قدرة الفرد على الكتابة أو القراءة. تاني تعريف الأمية الهجائية عدم قدرة الفرد على القراءة أو الكتابة. ده كده التعريف. طب ما يجي يكلمني بقى على نسبة الأمية في مصر، نسبة الناس اللي هما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا قد إيه في مصر؟ قال لي 25.8%، يعني أكتر من نص أكتر من الربع بشوية. الربع احنا عارفين إن هو 25%، هنا 25.8%. دي النسبة من جملة السكان البالغين قد إيه؟ 10 سنين فأكثر. يعني من 10 سنين، من سن 10 سنين وإحنا طالعين، نسبة الأمية عندي 25.8%. تمام، وفقا لتعداد 2017. قال لي بتزداد نسبة الأمية في الريف عن الحضر، يعني بتزداد نسبة الأمية في القرى عن المدن.
تمام، وده طبيعي جدًا. طيب قال لي كمان إن هي بتزداد بين الإناث أكثر من الذكور، تمام كده؟ تمام، يبقى دي نسبة الأمية في مصر. طيب أسباب انتشار الأمية، إيه اللي خلّى في أمية في مصر؟ ده لسببين اتنين. واحد الزيادة السكانية، عندي عدد سكان كتير في مصر وده أدى لانتشار الأمية، وجود الأمية في مصر بشكل كبير. طيب تاني حاجة عدم التحاق جميع الأطفال بالمدارس أو تسرب بعض التلاميذ من المدارس، يعني عندي أطفال ما بيدخلوش المدارس أصلا، أو تسرب بعض التلاميذ من المدارس. يعني إيه تسرب؟ يعني الهروب من المدارس، يعني هو أصلا دخل مدرسة بس مش بيكمل، ما بيكملش فيها. طب ليه؟ إيه السبب؟ هقول هنا بسبب ضعف المستوى الاقتصادي للأسرة. عندي أسر كتير في مصر فقيرة ومستوى الاقتصادي بتاعها مش تمام، فعشان كده ما بيدخلوش ولادهم المدرسة أو ما بيكملوش في المدرسة، مش قادرين إن هم يصرفوا على الأطفال يعني أو على الأولاد في الدراسة. خلاص كده يبقى أسباب انتشار الأمية إيه؟ الزيادة السكانية وعدم التحاق جميع الأطفال بالمدارس أو تسرب بعض التلاميذ من المدارس، وعرفنا السبب بسبب ضعف المستوى الاقتصادي للأسرة. طيب خطورة مشكلة الأمية على الفرد والمجتمع إيه؟ قال لي أول حاجة انتشار الجهل والبطالة والفقر، دي أول حاجة. عندي نسبة أمية كبيرة، ناس ما تعلموش وما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا، ده زود لي الجهل والبطالة والفقر. تمام كده؟ طيب تاني حاجة التأثير السلبي على برامج التنمية في المجتمع، اللي هي المشاريع واللي الدولة بتعملهولي من مشاريع وحاجات كتير. الأمية طبعا بتأثر تأثير سلبي على كل الحاجات دي. ايه تاني؟ تدني الاقتصاد، يعني الدولة هتصرف لي فلوس كتير قوي علشان تحارب المشكلة دي. خلاص كده؟ وعلى كمان المشاكل اللي بتترتب على مشكلة الأمية. يبقى خطورة مشكلة الأمية على الفرد والمجتمع إيه؟ انتشار الجهل والبطالة والفقر. تاني حاجة التأثير السلبي على برامج التنمية في المجتمع وتدني الاقتصاد. خلاص كده؟ يبقى نحفظ الاتنين دول كويس علشان لو جالي سؤال وقال لي ما هي خطورة مشكلة الأمية على الفرد والمجتمع. طيب جهود مصر للقضاء على هذه المشكلة. طب مصر هتعمل ايه بقى علشان تتخلص من مشكلة الأمية؟ قال لي أول حاجة إنشاء الهيئة العامة. إنشاء إيه؟ الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية. الدولة بتهتم إن هي تعمل لي حاجات تمحي لي بها الأمية دي وتعلم لي الناس الكبار في السن. يبقى إنشاء الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، دي أول حاجة. طب إنشاء إيه تاني؟ إنشاء العديد من المدارس. الدولة هتبدأ بقى إن هي تبني لي مدارس كتير جدا علشان تقدر تستوعب كل الأطفال، عشان كله يتعلم ونقلل نسبة الأمية في مصر. تمام كده؟ يبقى أنا عندي اتنين إنشاء أهو، إنشاء الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، وإنشاء إيه كمان؟ العديد من المدارس. طب ليه الدولة بتنشئ لي العديد من المدارس؟ هقول للاستيعاب الكامل للأطفال وتقليل نسبة الأمية في مصر. يبقى بما تفسر إنشاء الدولة العديد من المدارس، هقول له للاستيعاب الكامل للأطفال وتقليل نسبة الأمية في مصر. طيب تالت حاجة الدولة بتعملها لي إطلاق المبادرات الاجتماعية للمشاركة في برامج محو الأمية. برضو بتشجع الدولة، عايزة تشجع الكل إن هو يشارك في محو الأمية. يعني محو، كلمة محو يعني إزالة أو منع المشكلة، منع مشكلة الأمية. تمام كده؟ طيب رابع حاجة زيادة وعي الأفراد بأهمية التعليم من خلال إيه؟ خلال وسائل التعليم المختلفة، وسائل الإعلام المختلفة، أسف. يبقى هنا مثلا لو احنا بنشوف على التلفزيون، بتفرج على التلفزيون، هنلاقي إن في إعلانات كتير بتوعي لي الناس بأهمية التعليم. يعني مثلا يقول لك التعليم مهم جدا عشان الكل يتعلم، كله يدخل ولاده المدرسة. خلاص كده؟ ده برضو بيقلل لي من مشكلة الأمية.
يبقى هنا أما يقول لي تاني جهود مصر القضاء على هذه المشكلة أو على مشكلة الأمية، هقول له 4 حاجات: إنشاء الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، إنشاء العديد من المدارس وذلك للاستيعاب الكامل للأطفال وتقليل نسبة الأمية في مصر. تالت حاجة إطلاق المبادرات الاجتماعية. ليه إطلاق المبادرات الاجتماعية؟ للمشاركة في برامج محو الأمية. رابع حاجة زيادة وعي الأفراد بأهمية التعليم من خلال وسائل الإعلام المختلفة. تمام كده؟ طيب انت حاطه لنا هنا خريطة ليه يا مس؟ انا قلت قبل كده اي مكان او محافظة او بلد او اي مكان هيقابلني في الدرس لازم نشوفه على الخريطة. طب احنا قابلنا ايه على الخريطة؟ قابلني المنيا، محافظة المنيا وبني سويف، المحافظتين اللي هم اقل أمية أسفة أكثر أمية في مصر. في المركز الأول المنيا، والمركز التاني بني سويف، وهما الاتنين من محافظات الوجه القبلي. طيب قابلني ايه تاني؟ قابلني محافظة البحر الأحمر والوادي الجديد وبورسعيد فوق خالص على البحر المتوسط. وقال لي إن محافظة البحر الأحمر المركز الأول من حيث أقل نسبة أمية في مصر، بعدها بورسعيد، ماشي، وبعد كده الوادي الجديد في المركز الثالث. وكده خلصنا درسنا، وربنا يوفقكم وذاكروا كويس. وأي سؤال حابين تسألوه ابعتولي هنا على القناة أو على الواتس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.